حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة طبعا روائح الشتاء دخلت علينا، قلت اعمل شوية خضار للولاد. انا بحب يعني الاكلات الشتوية جميلة كده اللي بتدفي. هو الجو بعد ما كان حسينا ان في شتاء كده شوية رجع حرر تاني، بس هو الشتاء داخل يعني. صلوا على النبي كده نبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا غسلت السبانخ بتاعتي كويس زي ما انتوا شايفين، وجبت معاها ربطة كزبرة، وطبعا البامية غسلتها كويس. معانا حتة دهنة كانت جاية مع اللحمة، قطعتها كده، خدت منها جزء والجزء التاني شلته. ادي حتة اللحمة بتاعتنا الجميلة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هقطعها طبعا يعني تقطيعها حلوة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، علشان انها ايه يعني، انا بحب التقطيعة بتاعتها تبقى صغيرة كده، ما تبقاش كبيرة عشان ما تاخدش سوا، عشان هي الحتة دي هتاخد سوا شوية. يعني هي اصل هي من الايه، من الضلع زي ما بيقولوا. حطينا معلقة سمنة بلدي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، واحط معاها احط يعني حتتين دهن من اللي انا قطعتها حسب الرغبة. يعني انا عايزة بصراحة الشوربة تبقى دسمة علشان اعمل منها البامية والسبانخ، بس والله العظيم كانت جميلة جدا 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 وطعمها حلو. وبعد كده هننزل باللحمة بتاعتنا نشوحها زي ما انتوا شايفين اهو، تشويحة حلوة كده اهو. فيعني ايه، وبعد كده هقطع بصلاية بعد ما شوحت اللحمة بتاعتي تشويحة حلوة في معلقة السمنة البلدي. هنزل ببصلاية، وطبعا ادي الفلفل الاسود، ما بحبش انزل بيه في الاول، بنزل فيه بعد ما اشوح اللحمة او الفراخ. ده طبعي علشان ايه، انا عايزه اشم يعني حته لحمه كده تبقى هي اللي ريحتها طالعه، مش الفلفل الاسود والبهارات مغطيه عليها. انا بحب اعمل كده. بعد كده طبعا الميه دي سخنه، يعني هي مش سخنه قوي بتغلي، بس هي دافيه يعني حلوه يعني، مش سخنه قوي. طبعا سيبناها على جنب بقى تستوي براحتها لان هي تاخد سوا شويه. جينا هنا حته يعني قطعنا الجزء اللي الدهن اللي احنا قطعناه. طبعا الباميه بتبقى جميله بالطريقه دي. وهنحط قطعت بصلتين كبار حلوين كده، 3 4 بصلات حلوين، لان انا هاخد الصلصه دي والتسبيكه دي هقسمها على حاجتين، الباميه والسبانخ، هم عامه الاتنين بنفس الطريقه. دي طريقتي فيهم على طول، طريقه المعتاده في الاكل، ما بحبش اغيرها. اللي وصل لهنا منسينيش في لايك وفي تعليق حلو منه، بالله عليكم. اهم حاجه اللايكات يا جماعه والمتابعه فضلا وليس امر. طبعا يعني بعد ما شوحت بقى البصلايه بتاعتي كويس، نزلت بقى بالطماطم بتاعتي بعد ما فرمتها وسبتها بقى تتسبك على جنب. بعد كده جبنا بقى ايه الحله، حطينا فيها معلقه سمنه على معلقه زيت، ونزلنا بالشعريه نحمرها. كل ده مع بعض وكده يا جماعه اهو. انا رجعت تاني عشان كنت حاسه ان الطماطم قليله، فحطيت كان عندي نص كيس طماطم كده في التلاجة حطيته. ودي الشوربه بتاعتنا بقول لكم بتغلي اهي. ودي الشعريه كانت اتحمرت بسم الله ما شاء الله، اللون الجميل ده. ما تكتريش في اللون تحمير الشعريه اكتر من كده يا جماعه. وننزل بالرز بعد ما غسلناه كويس اهو، وهنقلب بقى طبعا عشان الجمال والحلاوه. رز بشعريه جنب الباميه والسبانخ يا جماله. كل اكله لها الرز بتاعها المعين يا جماعه، محدش يفتكس. عايزه تعملي مثلا بدل الرز بالشعريه رز حبه وحبه براحتك، بس هو الرز بالشعريه افضل. طبعا هنا بقى مين اللي بيحب يعمل الحركه دي؟ بتفكركم بامهاتكم، انا بحب اعملها. الله يرحمك يا امي ويجعلك في الجنه ونعم. سيبنا كل حاجه على جنب على البوتاجاز، وقلنا نيجي بقى للسبانخ بعد ما اتصفت، نقطعها التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي كده. وطبعا في قلبيها ربطة الكزبرة، انا ما بحبش اعملها لوحدها، كلها في بعضها كده. وبنزل بيها في الصلصة. طبعا الصلصة زي ما انا قلت لكم وهي بتتسبك لسه خدنا منها كام كبشة كده للسبانخ، لان السبانخ ما تكتريش لها الطماطم علشان ما تبقاش حادقة منك. كتر الطماطم على السبانخ تبقى حادقة منك. يعني دي نص كيلو سبانخ تاخد ربع كيلو طماطم بالصلصة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. اعملي اكلك مظبوط تاكلي احسن اكل. بلاش الافتكاسات في الاكل يا جماعة بجد.
طبعا هي وكل البهارات العادية. حطيت كمون ومكعب ماجي، وقلت ازود بس ايه علشان الصلصة ما كانتش اتسبكت قوي، فهي هت ايه تظبط حالها. ايه اللي انا حطيتها دي يا جماعة وتخلي لك السبانخ تحفة وروعة؟ نص معلقة سكر، وادي نص معلقة ملح علشان السبانخ كده كده حادقة. طبعا جينا هنا ايه الوقت اللي هنعمل فيه البامية وننضفها. إيه بنتي هي اللي بتعملها، ربنا يبارك لي فيها، هبة. قلت لها على ما اخلص بقية الاكل على البوتاجاز تكوني انت عملتي لي البامية. يا جماعة علموا بناتكم ازاي يساعدوكم في المطبخ، ده حاجة جميلة جدا. انا عامة بحب اعلم ولادي يساعدوني في المطبخ او في البيت، حتى في غسيل المواعين، حتى في كل اي حاجة. لو النهاردة ما عرفتش تغسل المواعين بكرة تعرف. علموا ولادكم على قد ما تقدروا، علشان في وقت من الاوقات تعبتي او ما قدرتيش تعملي اكل، يبقى عندك اللي ربنا يبارك لك فيهم ويعملوا. طبعا رجعنا للصلصة هنا. البهارات اللي حطيتها هناك حطيتها هنا فلفل اسود، كمون، مكعب ماجي. وادي بس زودت هنا معلش لقيت الصلصة، حتى الطماطم هي كمنها ما بتعرفش ما بتغلى بتبقى لونها فاتح. ومعلقة بابريكا، وطبعا الملح. هننزل بالبامية بتاعتنا، كانت جميلة تحفة. ولما تبات بقى يا جماعة ما اقولكوش، جميلة وروعة. طبعا انا خدت من الشوربة بقى، انا هقسم اللحمة يا جماعة، اقسمها على السبانخ. قلت احطها في البامية كلها، بس الولاد قالوا لي يا ماما لا احنا بنحب منها في السبانخ، بتبقى جميلة وروعة جدا. بعد ما اتسلقت واستوت كويس هنقسمها على ايه جزئين. كل الحكاية نص كيلو بامية ونص كيلو سبانخ هيغرقوكوا يومين 3 كمان، لان ما بقيناش ناكل زي الاول وكده يعني. فطبعا هنا ايه معلقة سمنة بلدي حلوة. هعمل لكم طشة بقى بالثوم روعة. اعملوا الطشة دي يا جماعة وحطوها على البامية بعد ما تستوي او السبانخ، بجد ريحة وطعم. وما تنسوش تحطوا نص معلقة كزبرة، هما كان فاضل عندي بس شوية كزبرة كانت خلصت، فحطيتها على التومة بالسمنة البلدي. في سمنة عادية مش مشكلة، لو زيت برضو كويس ونضيف برضو عادي، حتى لو من بتاع التمون يا جماعة بألف هنا وشفا على قلبكم. بصوا بقى وانا بحط كده على يعني الريحة، نفسي تبقوا معايا وتشموا الريحة. جميلة 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 السبانخ والبامية، وبألف هنا وشفا على قلبكم وعلى قلبنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ما تنسونيش في تعليق كومنت.